دائما أقوال النبي أول ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله. يوصيكم وصية، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، النذير البشير، سراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، الرسول المسدد، أبو القاسم محمد صلوات الله عليه. دائما شنو وصية، يعني هاي الوصية يوصي بها حتى على الميت. أنت اليوم تريد تنام حتى ما تموت موتة جاهلية، شو تسوي؟ تكتب وصيتك. ما يعرف أمام زمانه مات موتة شنو جاهلية، ما يوصيها موتة جاهلية، لازم توصي. وهاي الوصية لابد أن تلتزم بها إذا كان لك بها صالح، لأن أنت ما مجبور على الناس مثل هاي أختنا العلوية، اللهم إن شاء الله يطيل في عمرها، المشاهدين والمتابعين. يعني ما على الرسول إلا البلاغ. ليش تتمرض؟ ليش يتمرض الإنسان؟ يقول أنا مريض، قد ما أوصي بالناس، قد ما أنا يعني تتألم صح من على قرباك تتألم، ولكن فيني عليك بالنصيحة. هسه أنا ليش النبي يقول إذا أكو شيء حرام قلنا يابا هذا حرام، لا تستخدم الحرام، هاي حرام، خليها ترن براسك مال كلمة حرام. بعد الثانية إنه ذكره بالحرام والحلال، معنى رسول الله البلاغ المبين. أنت ليش يقول لك مأدي فؤادك، مأدي فكرك، مأدي عقلك، وهو ما جاي يستوعب منك. يعني بعض الناس عندهم مرض تخلف عقلي، مريض. يعني إذا تقول له مثلا هذا الموبايل، مثل ما قالت أختنا هاي العلوية، إذا تقول له هذا الموبايل لا تستخدم النهار كله والليل كله، لأنه به تأثيرات على الدماغ. أقرأ تأثيرات على الدماغ الجبل. مثلا يقول لك هذا الموبايل يمرضك، هذا الموبايل إذا معلومة كثيرة نسيك. اليوم أنت العقل محدود، مو كمبيوتر. دائما شاهد مثل المشاهدات، الشاهد يشيء زين. بس أنت بتاكل لك أكلة رديئة لو طيبة، الرديء تخليه سوفه تروح وين؟ للفاكهة الطيبة. يقول هالشكل النبي لا تودي لعقلك سواد. رواية أنا قريتها، يقول ودي لعقلك الشيء يستثمر منه العقلاني. أنت انصح وأنت أعمل وأنت قل له هذا، لا تدي نفسك. أنت مبتسما وتقل، أنت مرتاح وتقل. سؤال الصلاة، هي الصلاة كلها راحة، النصيحة الإسلام راحة، الجهاد راحة للنفس واطمئنينة، هذا الجهاد. شوف حتى بالحرم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي كان مبتسما. أقرأ عن الإمام العباس عليه السلام يقول دخل في وسطهم مبتسما. إذا كل شيء هاي الابتسامة وهاي الأريحية هي تخلي الإنسان يتوب، مو عصبي والله هذا ترك هذا الشغلة، ما أريد أنك تشوفك فيه وتقوم تسوي هذا اللي يكرهك الإنسان. يعني اليوم ابنك وانت ايش تسوي فيه هم يكرهك. فالسلي انك لعلى خلق عظيم، باخلاقك، بتربيتك، بالتزاماتك، هذا اللي انت معلومتك تقدر تكسب الانسان باخلاقك. اما تقول ترمن عليك غرما وانا انت مرضتني، انت مثلا كذا سويت، انا بعد ما اتنفس من وراك، هذه لا هو دين محمد وهذه محمد كله عن نصيحة. انت قل له هذا حرام، قل له هذا لا تعمل يديك، هو يذكرك. يعني الكلم الطيب يصعد العبد، هو انسان عبد ورب، انت بين عبدك بين الله وبين عبده. شوف هالشكل يعني، شوف يلتقط، هو اللطيف الخبير. يريدك يعني مو بالعصا. اليوم احنا ماكو شيء عندنا ما تقدر تسوي شيء بالعصا، مهما تكون طاغي، مهما اكو طاغي قصدي، مهما تكون شديد، مهما تكون جلاد، مهما يكون مقامك جلاد.
مهما تكون عليك شنو؟ عليك بتقوى الله توصي. عباد الله أوصيكم بتقوى الله، كل ما يخطب النبي يقولها، وصية يعني، هي وصية. تتعرف شنو وصية؟ ذمة. يعني أنت اليوم لمن هذا يسوي موبايل ساهر على الموبايل، وصية إنه أنا قلنا يا أخي هذا الموبايل يأذيك، تشوف باطل كلش قوي وما تقدر تتحمله. طبعا أنت تشوف باطل يعني ما تقدر تتحمله، هم عليك النبي يقول بالنصيحة، القرآن جاي يقول يا أيها الناس عليكم بأنفسكم. أنا يا ريت أوقي نفسي، يا ريت أنا أتقي، يا ريت أحصل لي مكانة مثل ما قال السجان محبوحة من جنته، يا ريت أنا التزم، يقول النبي ابدي بنفسك، ابدي بنفسك انت. إذا بديت بنفسك عليك النصائح. أول ما أنا لا عندي ذنوب وعندي أخطاء لازم أنا أغير السيستم مالي، أغير حياتي هاي الدنيوية. إلا النوم شو أسوي؟ تدريجيا أنصح البشر، أقول يا عباد الله عليكم بتقوى الله، يا عباد الله هذا حرام لا تسويه. ماكو ضغوطات على نفسي، أنا أضغط على نفسي وأذي نفسي وأجرح فؤادي وأتألم وأجرح قلبي على مود أنت، على مودك أنت، أو على مود وليدي، أو على مود، وهو ما يعني ما جاي يجي الطريق. في الحالة شو أسوي يعني؟ الدين كله انبنى على النصائح، الدين كله انبنى على من؟ على أوصيكم بتقوى الله، على النذير البشير. يعني إن أدرك ما على الرسول إلا البلاغ المبين. القرآن جاي يقول لك، قرأت الآية الكريمة ما على الرسول، شوف حصريا ما على الرسول، قال ما على الرسول، الله قال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما عليه. شنو عليك أنت؟ ما عندك سيف، لا يقول أسويها. الله عز وجل يقول لعبادي دول ما يصير، ما يجوز لك تقتل يا محمد، وإذا أنت خطيت أنا أقطع يديك وأقطع رجليك، إذا بقت سرقت. أنا قرأت رواية. أنت ايش قد حبيبي، ايش قد متقرب لي، ايش قد أنا أحبك، وصل قاب قوسين ولا، بس دير بالك مني. الله يحذر النبي. شو أقرأ زين وشوف شنو؟ شوف يقول لي يا محمد عليك شنو؟ بتقوى الله، أنت اتقي ولا تجرح فؤادك، أنت النذير البشير، أنا خليتك نذير البشير. فأنا أريدك تجمع هذا الجمع، تخطب يوم الجمعة خطبة حلوة، تحكي كلم طيب، وصلت المعلومة، وصلتك المعلومة. أنا خطبت عليك وصلتك المعلومة، بعد كفاية يكفيك. بعد لا يصير لك تقتل، لا يصير لك تجرحه، لا يصير لك تسوي خده هذا حمر. يعني ما يجوز بالشرع الإسلامي الزوجة أو الابن أو الولد ما يجوز. يعني روح اقرأ عن مساكين ما الذهب عليه هاي وما تسدد انت اليوم. هاي شوف المرجعية شو تقول. ولا تمرض نفسك. ليش تمرض نفسك؟ ما دامك يا أيها الناس عليكم بأنفسكم. أنا شو أسوي يعني؟ شو أسوي بالحالة؟ اليوم الإنسان يعني ما يطيعك، شو تسوي له؟ أهلنا يقول ما يطيعك طيعه، بس إذا هو باطل شو تسوي له؟ ما تطيعه، تمام؟ إذا هو يمشي على الأخطاء طبعا ما تطيعه. ولهذا يريدك شنو؟ يريدك أول ما تبدي مثل ما قال النبي بنفسك، توقي نفسك، تطهر نفسك، تؤمن بالله ورسوله وبولاية علي، وعليك بالنصيحة. وإلا يعني اليوم الأخلاق شلون قال إنك لعلى خلق عظيم؟ خلق منين؟ بالنصيحة. خلق يعني إنك لعلى خلق عظيم بالتربية مالته، بالتأديب. قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لهذا يقول إنك لعلى خلق عظيم. يعني النبي لو ضارب ضربة واحدة، ضارب لبشر عمره ما ضرب. اقرأ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمره ما ضرب لواحد. لو ضارب لواحد لو اخلاقه مسيئة وي واحد ما قال له انك لعلى خلق عظيم. شوف القالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله نزيه، كله نزيه محترم، يعني جيد، اعماله جيدة، تصرفه مع الناس جيد، اموره زينه، اموره جيده، يعرف الحق من الباطل، يفرزن الحق من الباطل. يعني آيات محكمات عنده. حتى بنحكي له شعر
ما يحكي هيك بحكمه، كلها أحكام. ولهذا يريدك مثل النبي، يريدك مثل علي بن أبي طالب، صفات، تاخذ صفات من صفاته. ماكو قوة، ماكو انه مثلا انا اضرب حتى شنو اجيب الانسان، ماكو هيك. حكومة اليوم، حكومة لا تضرب عمرها قصير، الشعب يجي عليها ظالم. شفت احنا حكومتنا كانت ظالمة، هجت عليها الناس، اجت قامت عليها ناس وهجت عليها وسقطتها. تمام؟ فما يصير يعني انا اظلم، لان انا عبد لله. قلت لك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو ضارب واحد ما قال له انك لعلى خلق عظيم، ولو مفشر على واحد شاتم واحد شتمه، كان النبي ما يقول، ما يرفعه الله عز وجل، ما يرفعه بالقران يقول له انك لعلى خلق عظيم، ابدا ما يقول هذا. بس لكونه كل الصفات كلها نيره، كلها دين قيم، اخلاق قيمه، صفات قيمه، امور قيمه، كلها حياته الدنيويه والآخرين كلها جمعها في آن واحد، صفات حلوة حميدية. ولهذا شني قال له إنك لعلى خلق عظيم. هذا شني؟ فما يصير أنا أجرح فؤادي وأنا أتهدى وأتمرض على مود إنه مثلا قدني واحد وما يطيعني، راح ترد عمل يرد علي، ما جاي يستفاد، ما جاي يستثمر. أنا شنو سويت يعني؟ نصحت كم جلسة احنا ايش قد قرينا؟ ايش قد احنا سوينا من نصايح وايش قد كتبت انت؟ ايش قد سوينا؟ ما حد، يمكن قليل من الناس يعلق لك شوي زين، اكثر الناس ما يحبون الدين. اكثر الناس ما يحبون شخصية متدين، اصلا ما يحبونه، لانه شنو؟ ملوث عقله، ملوث نفسه مريضة، يدور هذا مال شغلات مو زينة، يدور المكروهات، يدور الشغله يعني اللي بيها والله يمه بيها شغله مو زينه. انت شايف لك مؤمن صعد مقطعه يا ستة، من هاي انا اقول ان هاي العنويه الله يطيل في عمرها ان شاء الله. انت جاي تلاحظ يعني المتدين، اقرا قول النبي شو يقول؟ المؤمن وراء ظهورهم كالجيفه. انا قريت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن وراء ظهورهم كالجيفه. مؤمن لا مؤمن ابو سبحه، مؤمن ابو لحيه، ما يقولونها رباني؟ يقولونها ما يقولونها؟ هذا هو طال صلاته، هو هذا عالم بالخصيص. يعني انسان مريض، هو مريض، يعني الانسان مريض. الانسان مو كل من يلوح الهدايا، مو كل من يعني يوصل الى مكان بمكانه الى نفسه، مو كل من كان يحب الدين، مو كل من كان تجيبه من الشارع يحب الدين، مستحيل ماكو. فالمتربي واللي تعبان على نفسه، واللي قارئ آيات، قارئ عن النبي، قارئ عن علي بن أبي طالب، سيرة الإمام علي، يخلي نموذج، يصير عندنا نموذج صالح. وإلا أنت وين تلقى بشر صالح؟ جمع لك ما كان اثنين أساسهم شنو؟ شيطان، تمام؟ يعني كيف إذا مجموعة كلها طاغية كلها عصابات، ترد تصحان. ولهذا يقول لي ما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول له يا رسول الله يا محمد يا مصطفى عليك بمن بس تنذر، أنت النذير البشير. شوف النذير البشير يعني تنذر الناس، تحذر الناس. انذر عشيرتك الأقربون، هالشكل يعني. ولا هي بالقوة يعني شلون راح تجيب إنسان بالقوة؟ مستحيل يعني، مستحيل. يعني أكثر الناس الحق كارهون، أكثر الناس فاسقون، أكثر الناس ما يرضون الدين، أكثر الناس لا يصلون على محمد، أكثر الناس صلاة الواجبة ما يصلي، صلاة الواجبة أكثرها ما يصلون. فيقول يا أيها الناس عليكم بأنفسكم، آية كريمة صريحة، إنك عليكم نفسك، أنت اتقي هذا اللي كله من نفسك. أنت لو صفي نفسك أول ما تبدي بنفسك، النبي يقول أنت صفي نفسك وعليك بس النصيحة فقط، غيرها ماكو. ما أشوف أنا كل الكتب ماكو غير النصيحة. أوصيكم بتقوى الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.